السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعاده. ان شاء الله هعمل معاكم قرايش اللبن الرايب والزيت، حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين قد ايه هشه كده ومقرمشه وجميله؟ شايفين شكلها؟ طعمها كان رائع جدا وريحتها كانت رائعه جدا. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا 4 كيلو من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقه من البيكنج باودر، كمان هنزل بمعلقه من الخميره. انا ضفت الخميره للدقيق لاني متاكده ان الخميره نشطه وجميله. ربع معلقه صغيره كده من الملح، ورقتين من الفانيليا. السمسم هنا انا نقيته وغسلته وصفيته وضفته للدقيق. رايح اقلب بقى المواد الجافه كلها مع بعضيها. بعد كده هنزل على ال4 كيلو دقيق بكيلو وربع زيت على سمنه، كيلو زيت وربع سمنه. بتبسي بقى الدقيق بالشكل ده. الدقيق اللي عندي دقيق غله، ما بياخدش مواد دهنيه كتير. بعد كده بقى هنزل على الدقيق باللبن الرايب. اللبن ده انا مدفياه وضرباه في الخلاط. بقلب بقى الدقيق بالمعلقه كده. بعد كده عجنت بايديا. وانت بتعجني الكحك حاولي ما تعجنيهوش كتير، علشان وانت بتفردي القراقيش ما يعملش عرق شديد كده معاكي. بتغطيها بقى بكيس من اكياس التلاجة عشان ما تعملش قشرة، وتسيبيها تستريح كده في حدود 10 دقايق. بعد كده بتاخدي قطعة. القطعة ممكن تكون أكبر من دي أقل من دي على حسب المكان المتواجد عندك. بعد كده بقى بتفردي العجينة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. ودي أسرع طريقة لفرد القراقيش، بتنجز معاكي في دقايق. بعد ما بتفرديها بتقطعيها بقى الحجم المناسب أو اللي انت حباه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده بقى بترصيها في الصينية اللي رايحة تدخل الفرن. طبعا قبل ما بتدخليها الفرن بتكوني مسخنة الفرن قبليها كده ب10 دقايق أو ربع ساعة. بعد كده بتهديه وبتدخليها الفرن تستوي كده براحتها. بالنسبة للفرن الغاز بتدخليها على درجة حرارة 180، وتبدأي تتابعيها بقى لحد ما تستوي بالجمال ده. ألف هنا وشفا حبايبي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.